انت لا تصير في البحر ما في غش. احنا الآن اقتربنا من مدينة الكويت. يعني هاي من أجمل لحظات العمر والله. ايوه وقضينا أوقات جميلة في العبدلة. كان أحمد هجر سريره اللي بينام عليه وعطاني إياه وعطاني أغطيته وعطاني كل شيء والله. ولو بالإمكان أن أجعل من قلبي وعاء حاضنا لجنابك لاستطعت وفعلت. طيب شو رأيك في خالك؟ الكلمات تتقاصر والبيان يعجز عن التعبير عن رأيي فيك. ما أستطيع، كل كلمات لا توفيك حقك. الله يحفظك إن شاء الله ويطول عمرك. خلي لنا إياك. صراحة هذه يعني من أجمل لحظات العمر. صحيح إن في مأساة نحن عايشينها، تتكرر إن شاء الله مع العافية. وفي هيبة للسيد كورونا وراضي فارقنا. الله يلعنه جنود ربك أبو الشيطان. كل ما الحالات عم تزيد وتتفاقم. كنا بالأول 50 ونقول وايد، 60 نقول وايد. كنا نقرأ الآية وقرنا في بيوتكن على النساء. الآن وقروا في بيوتكم. وبدأنا خال شوف المنظر، شوف المنظر البحر كيف ازرق. يلا لحظة. ازرق مدينة الكويت. هلا نحن نسير فوق الجسر، فوق البحر. والله العظيم إن نكاد نحن عايشين في أحلام. أيوة نعيش في أحلام. الله يعطيك العافية يا أحمد. الله يخليك. ونلتقي إن شاء الله إن شاء الله في يوم شالين مننا الكمامات بإذن الله. والسعداء فرحين جدا جدا فرحين باجتماعاتنا معك اللي ازدادت وتعمقت بشكل أكبر. ما شاء الله. شفت ذكريات قاعدة تنطبع في الذهن وفي القلب. أظن راح نصحبها ما حيينا. الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يلا إلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله إلى اللقاء في العبدلي المرة الجاية. إلى اللقاء إن شاء الله. ونحن نكون قد نزعنا الكمامات عن عيوننا يا رب يا رب. وعودة الحياة إلى طبيعتها. إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. آمين.